في فترة كده عدت في حياتي كنت حاسة إن أنا تايهة. الأيام شبه بعض، زي ما يكون عقلي اللاواعي شغال وأنا لأ. برمجة بقى، أصحى الصبح أروق سريري وأنزل على الشغل وأروح وأتمشى وأعمل اللي ورايا وأرجع أنام وأصحى تاني يوم. حاسة إن أنا تايهة بس مش عارفة إيه اللي مخليني تايهة. حاسة إن أنا عايشة بس مش عايشة، زي عمرو دياب كده. بجد مش عارفة في إيه. إحساس مؤلم جدا، إحساس إن أنت حاسس بس مش حاسس، يعني عايش الحياة ووسط الناس ووسط ناس بتحبك بس مش مبسوط، أنت مش عارف تنبسط. فده في حد ذاته صعب جدا. بس عارف بقى إمتى بدأ يتغير منظوري؟ في كتاب البحث عن المعنى. الكتاب ده كان رهيب جدا، تأثيره عليا كان مختلف، لأن أنا كنت فاكرة إن الحالة من الروتين ده حاجة طبيعية جدا. وفي كل الدراسات زي علم النفس الإيجابي وكل الكلام ده بيساعد بس الحياة بتاخدك في عجلة أنت مش حاسس بيها، فبتلاقي نفسك لا إرادي وتلقائي عايش العجلة دي مع الناس، مش عارف تعمل إيه. بس الكتاب ده غير الفكرة عندي تماماً، حسسني إنه لسه في أمل. فاهم حاجة؟ عشان نحل المشكلة أو العقدة اللي إحنا عملناها لنفسنا إن كل يوم شبه التاني وإن إحنا تايهين في رحلتنا وسايبين الأيام هي اللي تمشينا، مش إحنا اللي نمشي جوه الأيام. الموضوع بيتقسم ل3 محاور، يعني في 3 حاجات هقسمهم لك على 3 أجزاء عشان يكون سهل عليك، عشان تعرف الموضوع بيبتدي منين وبيخلص فين. بص، احنا في عصر الدوشة. أول جزء في الحكاية اللي انت عايز تفهمه ان احنا في عصر الدوشة وكل حاجة ماشية بسرعة جدا. انت بتشوف الترندات، تنزل الشوارع زحمة، تروح أماكن تلاقيها زحمة، حتى الخروجات زحمة والسينمات زحمة. الكاتب هنا بيقولك ان كل واحد فينا ليه نغمة روحية جواه، يعني ليه صوت داخلي كده بتاعه هو بس، بصمة بتاعته لوحده. لما احنا بنشوف الناس ونحاول نقلد أو نرضي الناس اللي حوالينا أو حتى ننغمس في الزحمة والروتين، ده بيخلينا نفقد النغمة بتاعتنا ويبقى لينا صوت تاني ما يشبهناش، مش بتاعنا. وساعتها احنا بنفقد جزء من روحنا في وسط الدوشة دي كلها، لأن انت بتبقى فقدت البصمة الداخلية أو التفرد اللي انت عايزه. تعمل كل حاجة بسرعة، ماشي في كل حاجة بسرعة، بترضي الناس اللي حواليك، فمش ده الحل خالص. طب الحلول بسرعة، الحل هنا إنك تحاول ما تمشيش في كل حاجة بسرعة، ما تتوترش من الحاجات اللي حواليك. انت لا سبقك ولا حد هيسبقك، انت في المكان اللي انت المفروض تبقى فيه دلوقتي. اشتغل على نفسك واحدة واحدة وخليك رحيم مع نفسك، عشان بقى تبدأ ترجع صوتك الداخلي تاني وتسمع نفسك وجسمك. لازم كل يوم على الأقل تقعد مع نفسك 5 دقايق، تقعد من غير موبايل ومن غير مشتتات، تقعد في أوضة فاضية لوحدك تماماً، محدش يدخل عليك، تقعد مع نفسك وبس. هنا بقى تبدأ تسمع نفسك وتسمع الأصوات الداخلية. أنا غضبان، أنا زهقان، أنا متضايق، اليوم كان وحش قوي. اندب زي ما انت عايز، لكن ما تستسلمش للدوشة اللي حواليك. تخيل انت بتفقد نفسك للمرة التانية ازاي؟ لما بتلبي احتياجات كل الناس، عايز تبقى الابن المطيع والموظف المثالي وحلو في نظر صحابك ولطيف ومش عارف مع مين، فده بيخليك حد تاني، تفضل لابس قناع مش بتاعك. حتى مش عايز تزعل لحسن الناس تقول عليك ان انت كشري، مش عايز تتضايق لحسن الناس تبعد عنك، وده بيبقى حقيقي وراه ان انت خايف من الرفض من الناس اللي حواليك، وده بيخليك لابس قناع مش بتاعك لحد ما القناع بيلزق على وشك. يبقى انت حد تاني المفروض منه لا يزعل ولا يتضايق ولا ينهار ولا يتعب ولا حتى يقول لا، لانه عارف انه الناس ممكن تسيبه وتمشي عشان كده. فبيعمل ايه في الناحية التانية؟ بيبقى حد تاني غير نفسه. وهنا بقى بتخلي حواليك ناس بس مزيفة برضه، لأن هم خدوا منك حاجات مزيفة. تفتكر الناس وقتها إزاي هتبقى حقيقية إذا كان أنت نفسك مش حقيقي؟ العطاء اللي أنت بتقدمه للناس مش حقيقي، حتى الزعل اللي أنت بتزعله.
مش حقيقي. الحل هنا إنك تستجمع نفسك شوية بشوية، حتى لو شوية الناس البسيطة اللي حواليك بدأت تخسرهم، فحاول إنك تخسرهم عشان تكسب ناس حقيقية، تكسب نفسك وهي حقيقية بوسط نفس الناس من غير ما تخسرهم، بس هم شايفين انت وانت حقيقي، زعلان بجد، فرحان بجد، مبسوط بجد، متضايق بجد، ما تبقاش حد غيرك. وده الحل اللي بيخليك توصل للمعنى بتاعك تاني. ثالث حاجة بيقولها لك الكاتب، بيقولك ان انت في رحلة البحث عن المعنى دي انت لازم تبحث عن وجودك. هو مش بيكلمك عن وظيفة خيالية ولا حتى عن انك تطلع الفضاء، هو بيكلمك عن الحاجة اللي تخليك انت مبسوط، الموهبة اللي انت تتميز بيها في العالم. وبيقولك ان انت مش مهم ابدا، او ان العالم مش عايز منك انك تقدم حاجات كتير. العالم محتاج منك انك طول الوقت تبقى عايش، تبقى مبسوط بجد، تبقى موهوب بجد، لأن الأرض مش محتاجة ناس ميتة بس بتصلح فيها، محتاجة ناس تحيا جوه الأرض. هنا بجد هيبقى ليك وجود في العالم، ليك تأثير في العالم. هو العالم مش عايز منك حاجة معينة، عايزك أنت كويس. لازم كل يوم أول ما تصحى لازم يكون عندك هدف دايما عايز توصله، لأنك لو ما عندكش كل يوم فأنت بلا شغف، بلا مشاعر، بلا شيء. كل اللي أنا محتاجاه منك إنك تدور على وجودك من تاني، أو نسمع نفسنا تاني في وسط الزحمة، في وسط الدنيا دي كلها. نحاول نعرف إحنا عايزين إيه، مش الناس عايزة مننا إيه، مش إحنا بنقدم إيه. لازم ندور على نفسنا إحنا جوه كل حاجة بنعملها، نعمل الحاجات اللي هتخلينا مبسوطين وفرحانين، ونعرف نبسط الناس اللي حوالينا، ونقضي وقت حلو قوي مع الناس اللي حوالينا. كل ده هيساعدنا في رحلتنا اللي جاية، هيخلينا عايشين مش زي الآلات كده عمالين نتحرك وكأننا شات جي بي تي. محدش طبعا جرب يتكلم مع شات جي بي تي، أنا جرب، أكيد كلنا جربنا. فأكيد أنت ما تحبش تبقى شات جي بي تي، ما تحبش تبقى شبهه، ما تحبش تبقى بترد وبس وتعمل حاجة وبس وتبقى ليك تأثير وبس. أكيد أنت عايز تبقى حد تاني، صح؟ ولو ما تعرفنيش، أنا كوتش مديحة بالمناسبة، وعشان تشوفني تاني فمحتاج تعملي فولو وشير بقى كمان بالمرة. وبس كده، باي باي.